كان سقراط كثير الانشغال عن زوجته بسبب طلاب علمه. غضبت زوجته فصبت جام غضبها عليه بكلام لاذع قاس من سب وشتم، واشتد غضبها حتى سكبت على رأسه إناء ماء. فابتسم سقراط قائلا: ظلت ترعد وتبرق حتى أمطرت. قصد رجل عمر رضي الله عنه يشتكي قسوة زوجته، فهم بالمغادرة. عندما وجد زوجة عمر ترفع صوتها عليه، فقال له عمر عندما تساءل الرجل: غسلت ثيابي وبسطت منامي وربت أولادي ونظفت بيتي، ولم يأمرها الله بذلك، بل تفعله طواعية، أفلا أتحملها إن رفعت صوتها؟